بنفس الوقت دعموا انقلاب اليمن. انا اسميهم انقلاب وليس لي دخل في الجنوبيين، اخوتنا في الجنوب يحددون ما يريدون، بس هذا الوقت هو انقلاب. انت تريد ان تسيطر على العاصمه البديله للشرعيه. انت تستغل قوات الشرعيه والمقاومه لتحرير عدن وبعدين تقضي عليهم وتقتلهم. ليه تقتل الناس؟ ما انت تتهم علي عبد الله صالح، ليه تقتلهم دون محاكمات؟ ما الذي حصل؟ من يقول الامارات تقاتل معنا غير صحيح، الامارات هي اللي دفعت الحوثيين $1,000,000 واتفقت مع علي عبد الله صالح ليقوموا بالانقلاب، وكان الهدف ان حزب الاصلاح يواجههم ويحرقوه زي ما حرقوا الاخوان في مصر. حزب الاصلاح تعلم الدرس، انسحب وترك الجبهات، تورط الجميع وصلوا العدل. من المتضرر؟ السعوديه. ماذا؟ قمنا بعاصفة الحزب. الإمارات تبعتنا لأهدافها، وأقول لكم الدليل: لا يوجد في أرض الشمال قوات تقاتل معنا على الإطلاق. قوات ترابط في مأرب لا مشكلة، لكن تقاتل ما يقاتلون معنا. راحوا الجنوب من أجل الاستيلاء على الجنوب، كونوا قوات لا تتبع الشرعية، ولا يعرف الرئيس هذه أسماءها، ولا رئيس الوزراء، ولا وزير الداخلية. حزام عدن كلهم أسماءهم مجهولة، يتبعون الإمارات، الدعم من الإمارات، الأسلحة من الإمارات. قوات حرس المطار من الامارات يتبعون. مقدم رفض نزول طائره عبد ربه منصور هادي الرئيس الشرعي لليمن، واجبروه على النزول في سوق قطري جزيره السخن، واتى العدن بالبر. اصدر قرار بان يبعد مقدم. ما الذي حصل؟ رفضوا. امر قوات حراسات الرئاسيه بابعاده بالقوه. ما الذي حدث؟ الامارات قصفتهم في المطار وقتلت في المعركه 10. تقول لي الامارات تتدخل لتحرير اليمن؟ ثم ماذا؟ انتهينا من هذا. لم تعيد السعوديه، لم تعيد المطار بالقوه الا قبل 3 أيام للشرعيه. كيف تعمل الشرعيه؟ كيف تقاتل؟ هذا مو افشاء؟